لا ما هو ركز معايا كويس لان الموضوع كبر قوي. اصل لوفي قلب الايج هيد لمرجيحه وعمل كيزارو كفته في نفس الوقت اللي بيوصل فيه قراصنة العمالقه علشان يساعدوا لوفي، في نفس الوقت اللي بيتقتل فيه فيجا بانك بعد ما يستخدم آخر سلاح. وده لأن الأحداث بتبتدي لما بنلاقي إن البحرية محاصرة قبعة القش وعايزين يشوفوا إزاي هيضربوه وهم كلهم خايفين يقربوا منه، ولكن قبعة القش قايل لهم انتوا ضعاف انكم تقدروا تعملوا كده. ايه ده هيعمل ايه طيب ده يعني؟ هنا لوفي يحاول ان هو يخسس نفسه وفجأة من الضخم اللي كان عليه يقلب بسكس باكس مره واحده. يقولوا ايه ده هضم الاكل مره واحده، ده احنا لو ضايقناه ممكن ياكلنا يا عم، طب ده نعمل معاه ايه ده؟ ولكن وهنا وسط الانفجارات قامت مطيراهم هم كمان. هنا لا قبعة القش هيتوه مننا لازم نمشي على طول. ايه ده هو اختفى وسط الدخان، هو راح فين؟ ولكن وسط كل ده صوت الضحك بدأ ينتشر. قالوا خلاص نعد ل3 ونربطه بالكايروسيكي، يلا 1 2 3 يلا بينا على الملاهي بقى علشان لوفي قلبها مراجيح. فجأة ضحكة لوفي عليت والأرض كلها بدأت تتمرجح وكلهم ما عادوش قادرين يقفوا على رجلهم من كتر المراجيح، ولوفي استهزأ بيهم كلهم وهو بيضحك. هنا وسط الانفجارات دي على الناحية التانية عند فيجا بانك بنشوف وهو شايف قصاده بوني وهي واقعة والباسيفيستا وهم قاعدين بيشحنوا من الاسبوع اللي فات عشان يضربوا ضربه. انا كان ممكن اروح انقذهم اسرع. قعد يقول لا يا بوني ماشي انا هستخدم حلي الاخير. اطلس جاوبيني بلغي بوني باللي هقول لك عليه دلوقتي. في نفس الوقت الساترن عايز يخلي في تسارع في ان هم يخلصوا عليهم مره واحده. هنا فيجا بانك قاعد يقول قولي لها مهما كان اللي يحصل هي هتتصرف بعد كده. وسط كل ده وسط كل الانتظار تاني علشان نشوف ان الباسيفيستا بيشحنوا على النت عندهم بطيء. طيب ما بيضربوش ليه؟ كان زمانهم قلبوهم قلبسه كلهم. قامت على طول قامت هي رايح لبوني قبل ما الباسيفيستا يضربوا. قامت قايله بوني اسمعيني كويس على اللي هقوله ده. قامت قايله لها حاجه ما بنسمعش هي ايه لكنها اتصدمت. هنا قامت بصه لابوها، قامت بصه لكل الباسيفيستا الموجودين، قامت قايله ابويا ساعدنا ان احنا نهرب من الجزيره اللي احنا عليها دي. هنا كله هو واقف مصدوم من اللي هي بتعمله حالا. ولكن فجاه نلاقي ان الباسيفيستا الاوامر عندهم اتغيرت والبحريه بيسمعوا ايه اللي بيحصل. احنا كأننا سمعنا حاجه. ولكن من هنا الباسيفيستا بيقوموا لافين وشهم على طول مره واحده، وبدل ما يهاجموا عليها قاموا مهاجمين على السفن البحريه. خلوا البستر كل يتبسط، بداوا يهجموا ويبيدوا في السفن بتاعت البحريه يخلصوا عليهم كلهم. وبيقولوا اللي بيحصل. هنا فيجا بانك قال انا كان عندي هم واحد بس، انا كنت خايف ان في الاخر انك تتقتلي على ايد ابوك اللي مضحي بكل حاجه علشانك، ودي مأساة انا مستحيل اسمح بانها تحصل. علشان كده انا برمجت حاجه بالناس اللي شبهكم كلهم، ان حتى لو اعلى امر في العالم وصل لهم، لو اخدوا امر واحد منك بس حتى لو ده هيخلي العالم كله ضدهم، ده معناه ان هو هيسمع كلامك انت بس وهيبقى في صف. ولكن انا عارف كويس حاجه زي كده قام على طول مضروب والدم بتاعه بدأ يملى المكان، لان على طول ساترن قام رايح يقتله على اللي هو عمله ده. وسط ما هو بيقول انا عارف ان اللي انا عملته ده مفيش هروب منه، بعد ما ثبت كل ده قام غرقان في دمه وهو واقع على وقام مد الامر. كيزارو خلص عليهم على طول فورا. قام كيزارو قام جاري سبق سانجي اللي حتى سانجي لما حاول يضربه ما لحقش ان هو يلمسه. هنا قام قايل خلاص يا بوني انا هموتك من غير ما تحس باي وجع ما تقلقيش. هنا والكل واقف وسانجي بيحاول يلحق باقصى سرعته. بنسمع من العدم صوت ضحكه مرعبه جايه من بعيد اللي بتصدم الكل. فجاه بنلاقي ايدين ضخمه فطسوا كيزارو ما بين ايديهم عملوه كفته وطيروه بعيد. هنا وسط الضحك ده قامت قايله بعت القش انت فين اصلا تضرب منين؟ هنا صوت الضحك بينتشر وهو بيقول بس بطني مليانه وقوتي كامله دلوقتي، وعمال يمرجح في الجزيره كلها وهي عماله تتحرك قلبها كلها لمطاط. ولكن الباقيين وقعوا وسط سطر مش عارفين ان هم يتصرفوا ازاي وسط ما الباسيفيست عمالين يدمروا في كل مكان تابع للبحريه. هنا بوني قام جاري على فيجا بانك. فيجا بانك انت لسه عايش؟ فيجا بانك قام فايق قال بوني كويس انك لسه سليمه. ولكن هنا قام ساترن قايل بس مسيره زي مسير باقي الحشرات دايما نهايتهم واحده وان هم هيتقتلوا. ولكن هنا صوت الضحك بدأ يعلى والهزات الأرضية بدأت تزيد أكتر وأكتر. قال لا الشخص المزعج ده تاني هو اللي جاي لي. ولكن على جنب نلاقي إن الراجل الآلي اللي ما فاقش من 200 سنة بدأ يفوق تاني علشان يتحرك. هنا مع كل الحركات دي بوني قالت إيه ده؟ النغمة اللي هو بيتحرك عليها دي مش غريبة عليا. افتكرت كلام أبوها لما قال لها إن في واحد هيجي يحرر العالم كله وهيحررك معاهم وهيحررك وهو بيضحك
وعلى نغمة دم دم توتو دم دم توتو. إنه هي بصة دي نفس النغمة بتاعت الشخص اللي جاي ينقذني وهو بيضحك. قام فيجا بانك قال لها واضح انك ما كنتش واخده بالك فعلا يا بوني، وانا برضو ما كنتش متاكد لحد ما شفت بنفسي. قبعه القش لوفي الشخص اللي كان كوما بيراقبه من زمان هو نيك محارب التحرير. قالت نعم. افتكرت كل حاجه في ذكريات ابوها، هو عملها عشان قبعه القش، وفهمت انه هو كان يقصد عشان كده انقذه. قام فيجا بانك قايل لها بالظبط الباستر كول ملوش اي لازمه دلوقتي، لان حتى غير هنا العالم كله في ناس مستنيه ظهوره، فكده كده الباستر كول ملوش اي فايده في وجوده. فمن دلوقتي يعتبر المعركه بدات. ولكن وسط البحر البحريه اللي بتعاني وسط نار الباسيفيستا بنشوف ان في سفينه عماله تقرب منهم ورايحه عند الايج هيد، وفي اتنين باينين ان هم العمالقه اللي ظهروا في ليتل جاردن بيقولوا زي ما الاخبار جات لنا بالظبط. على الناحيه التانيه في البحريه اللي لسه ما فيش اي اوامر بتوصل لهم بسبب ان هم مزنوقين جوه، بس قعدوا يقولوا في سفينه بتحاصرنا من ورا. سفينه ايه؟ روح بص عليها، ممكن يكون حد تبعنا ولا حاجه. ايه ده؟ سفينه ضخمه يا عم. ضخمه ازاي سفينه ضخمه يعني؟ لا ثانيه، هو ده كلام بجد؟ هو معقول السفينه الضخمه دي هي سفينه العمالقه؟ ازاي هم المفروض اتفرقوا من 100 سنه؟ وايه اللي جايبهم هنا دلوقتي يا جدعان؟ كل سفينه صغيره تقدر تلف بسرعه وتهجم عليها، تمطر على السفينه دي صواريخ توقعها في البحر. دلوقتي دول جايين احنا بيعملوا ايه دول؟ قعدوا يضربوا عليهم صواريخ كل اتجاهات عشان يخلصوا عليهم. قالوا ثانيه بيأثرش، السفينه لسه بتقرب محصرانا، نعمل ايه؟ هنا خرسنا دول مقربين قعدوا يقولوا ليه كل حاجه بتسالوا ليه السفينه بتتصارش، ليه جايين هنا؟ قاموا ناطين على السفن دي مره واحده وقاموا ضاربين. قالوا احنا هنا علشانك يا قبعه القش يا حاكم الشمس نيكا. كله قاعد في حاله طوارئ، رسمه العمالقه ظهر قصادنا. وبكده يكون وصل طاقم العمالقه علشان يساعد لوفي وسط ما لوفي بيحارب ستر وكيزارو والدنيا شكلها ولعت. لكن على كده بتنتهي الحلقه. بس ده اللي كان عندي الفيديو ده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستنونا في الحلقه الجايه، وسلام.